ترى القاعدة الأساسية في مقاومة هذا الوباء هي وعي الناس. يعني بدي أحكي لك شغلة مش على مستوى العالم، مش على مستوى العالم العربي، بل على مستوى العالم. أحيانا يعني أنا بحب سيرك الحيوانات ترى، وبسيرك الحيوانات الإنسان استطاع أن يقتل غريزة الأسد في الافتراس ويخليه يعمل حركات أكروباتية أو بهلوانية. العالم استطاع يقتل غريزة التمساح، الدب القطبي، إلا الحمير. الحمار ما دخل في السيرك لأنه الحمار هو حمار. يعني احنا أزمتنا ترى أزمة الوعي في معالجة الكورونا هي ذاتها أزمة الحمار في السيرك. طيب. يعني الأزمة الحقيقية هي أزمة الشارع، أزمة قدرة الإنسان. يعني شوفي، الكمامة تقي بنسبة 95%، وسائل الحماية الشخصية تقي بنسبة 95%. بس يعني أنا آسف على المثل، النظافة الشخصية كذلك. لكن العالم البشر رافضين هذه المسألة. ففي النهاية انتشار الفيروس هو جهل بشري. يعني هو جهل بشري في عقل بشري رافض يتقبل. شوفي، الوعي لا يفرض فرض على العقل. يعني الدولة ليش تلجأ للحظر؟ لأنه أحيانا الناس مش قابلة تتعاطى مع الوعي، مش قابلة تتعاطى مع الإرشادات. فالدولة، شوفي، العالم صار أشبه بالسيرك، يعني بيحشروك بالمسا بيطلعوك. هذه مسألة ترى فيروس الغباء والجهل أحيانا أخطر من فيروس الكورونا. ولما يجتمع الغباء والجهل مع الكورونا، الله يبسطك دايما، لما يجتمع الغباء بده يصير حالة تفشي. هلا شوفي، لما تشوفي أمريكا 90,000 حالة، 90,000 90,000 حالة في أمريكا، بتطلع على الإعلام الأمريكي كلهم حضن وعناق وبوس. طب ما هو ربنا قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ترى فيروس الجهل والغباء والله أخطر من فيروس الكورونا. واحنا عندنا حالات، يعني طبعا في النهاية مجالس النواب والشوارع يعني في العالم العربي لن تفرز ألبرت أينشتاين ولا جان جاك روسو. يعني معروف شو مجالس النواب يعني في كل منتجاتها في كل العالم العربي. لكن في النهاية طبعا هذا رأيك الشخصي، وصراحة في تعميم. لا أنا بحكي عن العالم كله، لا أخصص. يعني لا، بس ما هي بزيادة. يعني مو معقول العالم يعني كله بينطبق عليه نظرية الحمار في السيرك. يعني مو لا في جزء. هلا شوفي، أجمل الروايات هي اللي كتبت على لسان الحيوانات، كليلة ودمنة، أنيمالز فارم، جورج أورويل. يعني شوفي، كليلة ودمنة هي معبرة أحيانا. بس يعني أحيانا أنا كنت أسأل هذا السؤال، طب ليش ما بدخل هذا الحيوان في السيرك؟ لأنه في عقله فيروس غير قابل للترويض أو التعلم. هلا البشرية جمعاء أزمتها أزمة وعي. يعني الأزمة مش بالفيروس، هي الأزمة بالوعي بالتعامل مع الفيروس. نعم. أنا لا أقصد مجتمع بعينه، بس العالم كله اطلع على التلفاز الألماني بيحكي عن الوعي، أيوة. التلفاز الفرنسي بيحكي عن الوعي.